ما تزرق وتزني يا عم، انت ايه اللي يخليك ما تعملش كده؟ وما تقوليش عشان حرام، انت حرام تزني وتسرق وحلال ان انت ما تصليش. ما تفكرنيش ان انا بهاجمك، انا بنصحك على فكره. الرسول قال لك تارك الصلاه كافر، فهتوقفها على الزنا والسرقه وشويه الغلطات البسيطه اللي جنبيها؟ خد الكوليكشن كله على بعض. عارف اللي هو اما كان كتكوت بيقول له ما انا جديه ميت وجديه ميت، انا هخاف من ايه؟ انت كده في النار وكده في النار، ايه اللي يخوفك؟ انا مش بهاجمك والله، انا بس عايزك تعرف طالما انت ما بتصليش فانت اي حاجه تانية جنب الصلاه مش هتبقى حاجه اصلا، لان لا الزاني ولا القاتل ولا السارق ربنا قال عليهم كفار، بل بالعكس انت ممكن تعمل ده وتتوب وتستغفر وترجع لربنا، بس قالك تارك الصلاه كافر. تخيل انك تموت على ده. فالاصل بقى انك علشان تقول على دول حرام ان انت اصلا تصلي وترجع لربنا علشان تقدر انك تقول على دول حرام او يبقى هم حرام بالنسبه لك انك تعمله. وما تقوليش يا عمي انا هزيد الطين بله، يابا هي زايده لوحدها. افهم انت مدرك علشان ان انت ترجع تصلي وترجع لربنا تاني ايه اللي المفروض يتم؟ هقول لك على النقطه دي وهتكلم عنها بالتفصيل